أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. قد يقول قائل: طيب أنا شاب متدين ملتزم، وذكرتم أنتم أنه دين. طيب أنا أكفر من كفره الله ورسوله، أين المشكلة؟ أولا، وهذا سؤال حقيقة مهم، ليست المشكلة في تكفير من كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام. ليست هذه المشكلة، لكن المشكلة تكمن فيما يسمى بالتكفير الاجتهادي، لأن التكفير تكفيران: تكفير نصي وهو كل من ليس بمسلم وليس بمسلم، واضح المسألة. نعم. لكن أنت هذا نصي منصوص: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اليهود الذين قتلوا الأنبياء ووصفوا الله بأقبح الأسماء، ثم نقول ليسوا بكفرة. يعني هذا كذلك من أسباب التكفير عدم التكفير، يعني دفع الشباب عندما تقول لها تمييع القضية يعني. اليهود أخواننا اليهود وغيرهم وما شابه ذلك. نعم. لا، نقول نحن مسلمون، هم غير مسلمين، لكن لا يعني هذا الاعتداء، لا يعني هذا الظلم، انتهاك لا يعني انتهاك الحرمات، سرقة المال. لا يمكن هناك أن يكون قانون في الدنيا يؤاخذني عما أعتقد، لكن هناك قوانين تؤاخذني عما أعمل. صحيح. عما أنا أعتقد أنه هذا اليهودي كافر لأنه يشتم الله ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بدين، ثم أنا أقول عنه مسلم. يعني لا يجوز كمان أن نداهن في دين الله عز وجل. نرجع إلى سؤالك. أنت كشاب لست ملزم، لاحظ قضية، بتكفير الأعيان. أنت شاب لست ملزم بشريعة الله عز وجل بالاعتلاء على منصة التكفير والجلوس على منبر التكفير أو منبر الفتوى. طيب، التكفير يا أستاذ يوسف، التكفير فتوى، لا أقول من أعظم فتوى في الإسلام، بل هي أعظم فتوى في الإسلام لما يترتب عليها من سفك الدماء وتيتيم الأطفال وترميم النساء والفوضى في البلاد وما يحصل مما يحصل فيه من الفوضى العظيمة. إذا لست أنت أهلا لذلك، فلا يجوز لك ذلك، لست مكلف. يعني أنا لا أجد في الكتاب ولا في السنة أمرا واحدا يقول كفر. وأما قوله تعالى الذي أشرنا: فمن يكفر بالطاغوت، يعني الكفر العام، أنت تؤمن كل من عبد غير الله فهو كافر بس أنت، وإلا فهو الرجل يكفر. حصل بيني وبين واحد في بروكسل مناظرة تكفيري. نعم. لما دخلت قلت السلام عليكم، ما رد السلام، فأنا شعرت أني أنا كافر، فقلت له: لما تكفرني؟ يعني أنت ليش تكفرني؟ فهمت أنا كفري. قال لي: أنك ما كفرت فلان وفلان، والله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأنا قلت له: ما حكم، مسموح نصرح بعض الأسماء؟ مسموح. أنت تقول مسموح، لكن الله يستر. الله يستر. قلت له: ما حكم، يعني من باب التمثيل، ما حكم رئيس اندونيسيا؟ قلت له: ما حكم رئيس؟ قال: أنا لا أعلم. قلت: كفرت؟ قال لي: كيف؟ قلت: أنت الآن هذا كافر وأنت ما كفرته، إذن من لم يكفر كافر فهو كافر، فأنت الآن كفرت. فهو بهت بهتانا كبيرا. قلت: إذن كيف؟ جئت إلى حاكم دولة صغيرة وحكمت عليه بالكفر، وحكمت علي أنا بالكفر لأني لم أكفره، وأنت دولة 200 مليون مسلم أنا فخمته وأنت لا تعرف حكمه، فأنت إذن كافر. إذن القضية تكمن
أن ما أشرت إليه أنت التكفير الاجتهادي والتكفير النصي، فأنت تقول أكفر من كفرهم الله عز وجل ورسوله، لكن الاجتهاد مرتبة قضاء. يقول عليه الصلاة والسلام من لاحظ قضية من كلف بالقضاء ذبح بغير سكين، يعني كأنه يذبح نفسه من القضاء بين الناس. إذن نحن في التكفير الاجتهادي يجب أن تتوفر فيه الشروط، وأن في المكفر تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروفة عند أهل العلم، وكذلك في المكفر هذه قضية أخرى. إذن لا مانع شرعا نقولها علنا من أن تكفر من كفرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في التكفير الاجتهادي، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصدر منه كفر ثبت إسلامه بيقين يعني. أيوة، لذلك يقول الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه، هذا الإمام المالكي المغربي، نحن نقول مغربي يعني الجزائر يعني. نعم. يقول من دخل الإسلام بإجماع فلا يخرج إلا بإجماع. نعم. يعني لو من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام بإجماع، ثم جاء العلماء اختلفوا، فليس بلازم أن تكفر حتى يجمع المسلمون، لأن خطورة كبيرة في إخراج المسلم من الإسلام. لأن أخطئ، لاحظ، لأن أخطئ في إبقاء رجل في الإسلام خير من أن أخطئ، لاحظ عفوا أخطأ، لأن أخطئ في إبقاء كافر بين المسلمين، أقول هو مسلم الأصل الإسلام، نعم، أقل ضررا بكبير من أن أخرج مسلما من دائرة الإسلام. إذن التكفير الاجتهادي أن تجتهد. كنا في مناظرة في مدينة قريب منكم في المغرب وبفاس، ودخلوا علينا وكنا في محاضرة ولم يلقوا السلام، ما ألقوا السلام، فأدركت ذلك. قالوا مرحبا، لأن على اعتبار أننا كفار. نعم. قلت لهم لما كفرتمونا؟ قال لأنه من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر. من قواعد يعني. القواعد لا، هي أصلها طرحها بعض أهل العلم لكن لم يفصلها ولم يرد بها ذلك. لكن نحن نقول بصراحة هذا عموم يحتاج إلى تفصيل، وعدم التفصيل خطأ كبير. طيب. فقلت لهم على الملأ تارك الصلاة كافر أو غير كافر؟ قالوا كافر. قلت لهم كفروا الإمام الشافعي لأنه لم يكفر تارك الصلاة. هل الإمام الشافعي عندكم كافر أو مسلم؟ سكتوا. قلت الإمام الشافعي لم يكفر تارك الصلاة الكافر فهو كافر، فأسرعوا بتكفير الإمام الشافعي ولا أنتم كفار لأنكم لم تكفروا الكافر الشافعي. يعني أنتم على قاعدتكم من لم يكفر الكافر تارك الصلاة كافر، الشافعي لم يكفره، فإذا الشافعي كافر لأنه ما كفر تارك الصلاة، وأنتم كفار لأنكم لم تكفروا الإمام الشافعي. فقلت لهم بشرح كفروا الإمام الشافعي حتى لا تكفروا، فوقفوا حيارى. قلت يلزمكم تكفير الإمام أحمد لأنه الإمام أحمد ما كفر الشافعي، وكذلك الإمام العظيم الإمام مالك لم يكفر تارك الصلاة فيلزمكم تكفيره. فطبعا وقفوا وحاروا، وكان يعني كان موقف لهم لا يحسدون عليه، وقالوا لي بين. قلت لهم غدا البيان، وأردت أن أبين لهم على انفراد، لأن على انفراد يكون له تأثير أكبر. فذهبنا في الصباح ثاني يوم ومنعت الحضور أحد، 1 2 فقط أصحاب المجلس، ووالله الذي يسمعنا وأحضرني إلى الجزائر بقدره ونعمته وفضله الحمد لله أنهم سجدوا سجود الشكر لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. إذن يجب أن نفرق
بين التكفير الاجتهادي والتكفير النصي ما شاء الله. اللازم اللي كفرهم الله عز وجل. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.